السلام عليكم. أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية عين السبع في الدار البيضاء محاكمة اليوتيوبرز رضا البوزيدي المعروف عبر منصة التواصل الاجتماعي بلقب ولشينوية إلى غاية الاثنين المقبل. وقررت الغرفة المذكورة بعد ساعات من المرافعات وتقديم الطلبات الأولية والدفوع الشكلية تأخير القضية من أجل استكمال هذه الطلبات ورفض دفاع المتهم المتابع في حالة اعتقال بمعية يوتيوبر تدعى بنت عباس إدراج شكاية في ملف موكله المتابع في حالة اعتقال. وعرفت الجلسة التي شهدت حضورا مكثفا تأكيد دفاع رضا على رفض الشكايات المثارة ضده من بينها شكاية اليوتيوبرز طالوني. وأوضح نائب وكيل جلالة الملك أن إجراءات البحث قد تستند على الوشايات دون الحاجة إلى شكاية رسمية من طرف أصحابها، ملتمسا رفض هذا الدفع المثار من طرف محامي المتهم. تجدر الإشارة إلى أنه كان قد جرى تقديم المتهم أمام النيابة العامة في حالة سراح، إضافة إلى والدته وأشقائه وامرأة أخرى، من أجل السب والقذف والمس بالحياة الخاصة للغير عبر نشر ادعاءات بواسطة الأنظمة المعلوماتية بغرض التشهير والهجوم على محل الغير والسب والشتم والتهديد وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني والتهديد بارتكاب جناية. وقد أمرت النيابة العامة باعتقال اليوتيوبر المغربي المثير للجدل رفقة امرأة أخرى معروفة عبر منصة تيك توك ببنت عباس. وكما يقال في جميع الأعراف القانونية المتهم بريء حتى تثبت إدانته. عافانا الله وعافاكم من جميع المشاكل وحفظ الله المملكة المغربية الشريفة. ليصلكم كل جديد المرجو الاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا.